السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل تراس جوه الريفت. لو رحنا على structure tab هنلاقي فيه تراس اللي هي structure تراس. ضغطنا عليها هنلاقي فيه كاتيجوري، هنا فيه new structure تراس، وفي هنا الفاميليز دي، في ممكن تعمل لود فاميلي، أي حاجة أنت عاوزها، مثلا لو ده. وبعدين هتلاقي فيه كمان drawing tools. هنا في ال start وال end، وفي البيك، وبعدين لو رحنا على الشريط ده هنلاقي فيه ال placement level، ممكن تختار level 1 level 2 أو grid. وفي chain برضو زي موضوع الكاميرات عادي. طبعا احنا عارفين الفرق، لو في chain أو لأ. لو أنا مفيش chain هاجي أرسم، هيروح مخلص الأمر start end ويخلص. لو في chain لا، أعمل ستارت ويقعد مكمل في الأمر عادي. أعمل كده أكتر من مرة. أه وألاقي فيه هنا لو جيت أعمل تاني هلاقي فيه هنا في الستراكشر، في البروبرتيز، بلاقي فيه create top chord وفي create bottom chord وفي البيرنج كورد والروتيشن انجل، الروتيشن انجل. فخلينا نرسم عشان نشوف الموضوع ده في ال 3D. لو جيت أرسم من هنا لهنا هلاقيها في هنا توب كورد وبوتوم كورد. طيب يعني لو توب كورد خفيتها هلاقي التوب كورد راحت. لو أظهرتها هتروح ظهر تاني. طب لو البوتوم كورد خفيتها هتلاقي البوتوم كورد راحت. طيب بيقول لي خلينا بس عشان نظهر الكلام ده، أو ممكن نسيبه. بيقول لي أنت عاوز البيرنج كورد يبقى توب ولا بوتوم؟ لا، لو خليناها توب هتلاقي البيرنج بقى هو التوب. خلينا نرجعها تاني نخليها بوتوم. آه، وبعدين في هنا الستارت ليفل اوفست والاند ليفل اوفست. لو انا خليتها مثلا -500 فلاقيها نزلت 500 ملي. وهنا لو خليتها -500 في الاند لا، نزلت 500 ملي. لو عايز اتحكم في الاوفست، ولو عايز اتحكم في الليفل خليها تبقى في ليفل 2. بس هو عامل اوفست سالب 4000، خليها صفر صفر. خليها ارتفعت ليفل 2. خلينا نرجعها تاني ليفل 1. وبعدين هلاقي في هنا لو كمان البيرنج، احنا اتكلمنا فيه في البيرنج والتوب كورد والبوتوم كورد. يعني لو خليناها توب هلاقي التراس عند الخط اللي انت رسمه بيحط البيرنج، و- وكذلك في البوتوم. وفي الروتيت كورد وستراس. لو انا عملت عليها صح، لو شلته هلاقي التوب والبوتوم كورد فيرتيكال. لو انا عملت روتيت، فانا خلينا مثلا اعمل ديت روتيت، خليها تتأنجل 50 مثلا. وبعدين رحت عامل الروتيت كوردز والستراس ديت شلت عليها، فلاقي الكوردز بقت فيرتيكال مش عاملة روتيت مع التراس. ففعلها تاني هلاقيها بقت عاملة روتيت معاه. وبعد كده في آه، كمان بيرنج فيرتيكال جاستيفيكيشن. لو انا خلينا نرجع بس ديت الانجل تخليها صفر. لو خليت البيرنج فيرتيكال جاستيفيكيشن خليته توب،
فهلاقي الخط البيرنج هيبقى على التوب كور. طيب في كمان لو انا خلينا انا اعملها. لو انا في كمان التراس هايت. لو عايز اتحكم في التراس هايت خليها مثلا 3000. هلاقي خلالي الهايت الصافي بتاعها 3000. خلينا نعملها هنا بوتون او توب. مم، لا، كده تمام ماشي. وفي كمان نون بيرنج اوفست. لو خلينا مثلا 3500. فهلاقي النون بيرنج كورد اللي هو التوب بيساوي 500. وفي كمان خلينا برضو نرجعها. ممكن كمان هنزل هنا فألاقي في number of panels. number of panels ديت بيقطع التراس نصين ويعد كل فراغ ببانل. يعني أنا هي هنا اتنين، يعني أقطع التراس ده نصين يبقى هما اتنين بانل. الاتنين دول. في كمان الماكسيموم بانل ويتس. لو خليناها مثلا هي دلوقتي 1500. بيروح عامل أقصى حاجة تبقى 1500، وبعدين فينا الأكشوال بانل ويتس 750. فأنا لو خليتها مثلا 2500. ثانية واحدة. أو 3000. طب إيه طيب. لو زودتها 1000 هو مش هيعرف يعمل في الماكسيموم أكتر من كده. لو خليتها 1000 هيروح مزود لي عدد البانلز وهتبقى، لو قسمها نصين هيبقى الصافي 3 بانلات الفراغ ده. أو مثلا لو خليتها 1200 نجرب برضه. هخليها برضه اتنين بس الأكشوال هيبقى 750. طب خليها 500. خليها 4. يعني السما يبقى هما ال8 فراغات. ونرجعها 1000 تاني. فرجعها زي ما كانت. هيبقوا 3 هنا و3 هنا. بعدين في ممكن كمان أصلا تمسك التراس تعمل له edit type. هلاقي فيه هنا البروبرتيز للتوب كورز والفيرتيكال ويبس والدياجونال ويبس والبوتوم كورز. كل ديت بارامترز ممكن تتحكم فيها. وبعدين في ممكن تمسك التراس بعدين تعمل له كمان edit بروفايل. لو انت مثلا عاوز تعمل التوب كورد تضغط على التوب كورد وبعدين تخليها بالشكل ده مثلا ارك. بعد كده تعمل صح فلاقيها عملها لي بالشكل الارك ده. طب انت عاوز ترجع في الامر تاني للبروفايل القديم تعمل ريسيت بروفايل. وفي كمان ممكن لو عايز تحول الممبرز والتراسس لكاميرات عادية ممكن تضغط على التراس تعمل ريموف. تعمل ريموف تراس فاميلي فهتتحول عندك لكاميرات عادية كلها كل منبر لوحده.
وآخر حاجة لو دوست يعني يعني آخر حاجة دي يعتبر يعني فصصنا كل حاجة في التراث. وأتمنى يعني إن يكون الشرح مفيد وحضراتكم استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.